السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أبطال، أهلا بيكم في نصور الأهلاوية. طبعا حضراتكم الحمد لله رب العالمين بقالنا حوالي 15 يوم كنا متوقفين لظروف، يعني إيه، إحنا قلنا بس تجريبي لغاية لما نتمم الدنيا، يعني إحنا قلنا لغاية آخر شهر 11 والحمد لله إحنا في أول 12 برضه أهوت، وقدرنا نظبط الإنترنت الأول كان فيه مشاكل والحمد لله كنا مظبط الاستوديو زي ما حضرتك شفتوا، وجبنا اجمل حاجه نحطها في الاستوديو، كاس العالم للانديه. ان شاء الله ان شاء الله بكره يوم الجمعه ان شاء الله 15 12 23 هيبقى يوم تاريخي، اول لقاء مع الاهلي والاتحاد واتحاد جده السعودي في كاس العالم للانديه. ماتش قوي جدا طبعا. اتحاد جده كسب اوكلاند 3-0، الاهلي طبعا كسبانهم السنه اللي فاتت 3-0. طبعا في شحن جماهيري ما بين الاثنين، الكبسه والطعميه زي ما هم بيسموها. هل اتحاد جده هيكسب ببنزيما وكانتي وفوبينيو والناس دي كلها، ولا الاهلي هيكسب بمعلول وتاو وكهرباء اللي احنا بنبارك؟ طبعا في احداث كتير عدت، سامحوني ان انا ما كنتش معاكم فيها، بس كنت على الفيسبوك معاكم لان اليوتيوب كان فيه مشاكل بالنسبه لي. لسه كنا بنجدد الاستوديو بنظبط الانترنت ونجيب انترنت ارضي عشان يبقى قوي الارسال ونعمل حلقات اكتر ان شاء الله. طبعا اكتر واهم حاجه حصلت ان احنا اسم القناه اتغير من ابطال وبطولات الى احمد زكريا ونصور الاهلاويه. ممكن حد يسالني ايه هي النصور الاهلاويه؟ النصور الاهلاويه هي رابطه اهلاويه بتدعم النادي الاهلي في المدرج، هيبقى ليها حضور في الاستاد وتنظم رحلات وترحلات تخش الاستاد ما بين ادوات تشجيع، ما بين تيشيرتات، ما بين هتافات تحفظها للناس اللي هي تبعها. دعم للسوشيال ميديا، في صفحه ما شاء الله اتعملت في خلال يعني اسبوع من يوم الجمعه اللي فات لغايه النهارده، عملت 2000 وشويه متابعه، وكان الحمد لله كان لنا حضور. انا كنت تشرفت ان انا اكون من مؤسسي هذه الرابطه، رابطه النصور الاهلاويه، ومعايا ناس قمه في حب الاهلي والتفاني. مش عايز طبعا يعني هذكر اسامي الناس، لكن يعني خايف اكون انسى حد سهوا مني، مش يعني تضييعا لمجهوده، بالعكس الناس دي عملت مجهود احسن مننا واكتر مننا. يعني في كابتن عمرو، في كابتن محمد المصري اللي صمم لنا الصفحه، في كابتن امل الاهلاويه اللي ماسكه صفحه الرياضه، كابتن محمد مخلد اللي عامل شغل خرافي ما بين العمل الاداري وما بين ان هو يرتب اخبار ويجهز لنا الاخبار للقناه وللاذاعه، وكمان للصفحه بتاعتنا اللي هي ان شاء الله اول ما تكتب في بحث فيسبوك النصور الاهلاويه هيظهر الشعار بتاعنا ان شاء الله. هو ده يعني احنا متصدرين البحث فالحمد لله في اقل من اسبوع، والحمد لله كان تواجد في ماتش وزداد، وكمان معانا الكابتن ميدو وكابتن ناصر، والجانب الصحفي والاعلامي معانا واحد من افضل الصحفيين الموجودين في الساحه الرياضيه في مصر، الاستاذ عصام فاروق صحفي معروف، ومعانا دعم قوي جدا الحمد لله من الجمهور الاهلاوي والشباب الاهلاوي اللي معانا على الصفحه، بيتابعونا الحمد لله بوستات وشير على طول وتعليقات محترمه. وان شاء الله ده كله برضه هتلاقوه، كل الاخبار اللي هتحصل على الصفحه وعلى الرابطه هرفعهم لكم. يعني ان شاء الله الحلقه النهارده تعريفيه بالرابطه، طبعا سامحوني ان انا بتكلم شويه بره الكوره، بس هو اساس الموضوع ان انا هتكلم النهارده على الرابطه. يعني في ناس كتير موجودين معانا ما نقدرش نبخس حقهم ونقولش الناس دي مش موجوده. يعني كان المفروض اكتب لسته كده كبيره بالاسامي، يعني في اللي نقول في الجانب النسائي عشان ما ننساش حد، كابتن امل الاهلاويه، كابتن ام الاهلاويه، كابتن ياسمين اللي هي ماسكه ترحال البنات، فيبقى عندنا جانب في الترحال خاص بالسيدات خاص بالفتيات، يبقى في برضو كابتن ياسمين بنت هي ماسكه القبو بتاع المدرج، هي اللي يعني بتحفظ البنات الهتافات، هي اللي بتشغلهم، هي اللي بتشجعهم، هي اللي بتكون القائد بتاعهم، الليدر في المدرج. عندنا طبعا في قواد المدرج في عندنا الكباتن محمد المصري وكابتن ناصر وكابتن ميدو، دول ناس جامدين جدا في المدرج. عندنا كابتن ياسين اهلاوي شباب 12 سنه بس ما شاء الله عليه، قمه في حب الاهلي والتفاني.
عندنا بقى فريق الدعم. فريق الدعم ده الفريق اللي بيدعمنا الكترونيا وفنيا. عندنا كابتن مروان، كابتن كريم، وكابتن حازم، وكابتن اميره، وسيمو، ويوسف. ما شاء الله احنا عندنا يعني الحمد لله. احسن حاجه عملناها في الرابطه دي ان كل واحد فاهم في حاجه مسكها. يعني احنا مش عايزين على قدنا طبعا، احنا بنبتدي صغيرين ان شاء الله. هدفنا الاكبر اكبر رابطه في مصر بتشجع انديه، وان شاء الله هنبقى كمان في ترحلات تطلع معانا بره مصر كمان، وتنور البطوله دي والبطوله دي والبطوله دي ان شاء الله. كل البطولات اللي الاهلي ممكن يشارك فيها او مصر يشارك فيها ان شاء الله نكون متواجدين. املنا كبير. كل اللي محتاجينه دعم لينا من متابعينا، وان شاء الله كل اللي موجودين على الصفحه هيكونوا هنا في القناه، وكل اللي موجودين هنا في القناه هيكونوا معانا على الصفحه عشان النصور الاهلاويه تنتشر يعني ايه، تكون في سماء مصر كلها والوطن العربي. طبعا ماتش بكره ماتش كبير، ماتش مهم لا ينكر احد اهميته. هل الاهلي هيقدر يتخطى نجوم اتحاد جده، ولا نجوم اتحاد جده هتوقف الاهلي ويخرجوا من البطوله مبكرا؟ ده السؤال المهم. طبعا حضراتكم تقولوا لنا توقعاتكم، صعب التوقع الصحيح. ان شاء الله هنعمل بوست على الصفحه، وان شاء الله نكون يعني التوقعات كلها في صالح الاهلي، وان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله تعالى. انا شخصيا اتوقع ان شاء الله 2-1 للاهلي باذن الله تعالى. من اهم يعني الظواهر اللي احنا شايفينها الحمد لله، تاو ياخد احسن لاعب، الاهلي ياخد احسن نادي، كهربا ياخد احسن هدف. الثلاث حاجات دول داعمين بقوه للاهلي انه يرفع معنوياتهم، بخلاف ان احنا كاهلاويه الحمد لله كلنا اللي بيقول لك الاهلي يتخاف منه ما يتخافش عليه. يعني مفيش حد خايف الحمد لله رب العالمين من الاهلاويه. كله يقول لك يعني احنا رايحين ان شاء الله نلعب، عارفين فرقه جامده، بس احنا قادرين ان احنا ان شاء الله على الفوز. ان شاء الله قادرين على الفوز. طبعا احنا مش عايزين زي ما قلت لكم ماتش بكره في كلام كتير. طبعا على الصفحه ان شاء الله هتلاقي كابتن محمد المصري بيعمل تحليل رياضي، والاستاذ عصام فاروق هيعمل تحليل صحفي. طبعا ده هيتكلم عن الاخبار وكل الاحداث اللي حصلت، وده هيحلل الملعب بقى، مين اتحرك فين ومين راح فين ومين جه منين. طبعا انا على قد اللي بتكلم يعني معاكم، بدردش مع اصحابي، لا انا محلل رياضي ولا انا محلل صحفي، بس انا بدردش مع اصحابي واخواتي اللي معايا على القناه بتاعتي. وخليكم فاكرين معانا، لو انت مش مشترك اشترك معانا، فعل زر الجرس، وان شاء الله احمد زكريا والنسور الاهلاويه ان شاء الله كل اهلاوي يشترك معانا، ويكون نسر من النسور المحلقه في سماء النادي الاهلي، وكل الدعم للنادي الاهلي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله هنطلع جزء من ربح القناه ان شاء الله لما القناه تكبر، هيبقى دعم للرابطه ان شاء الله. نكون نجيب تيشيرتات، ادوات تشجيع. مش عايز اقول لكم القناه الفكره الرابطه ابتدت ازاي، سامحوني. الرابطه كلنا كنا كشباب حابين ان احنا نعمل حاجه قويه للاهلي. وانا لو تفتكروا في القناه بتاعتي هنا قلت لكم انا مش عايز اطلع ان انا اطلع اقول كلام واقفل الحلقه واعمل زي الناس اللي هم البلوجرز اللي بيطلعوا يقولوا كلمتين على اليوتيوب ويقفلوا الحلقه عشان يجيبوا لايكات ويجيبوا شير وحاجات من دي. لا، انا قلت هيبقى في تحليل صحفي، ونجيب استاذ عصام كان هيجي هنا في القناه تحليل رياضي. عملنا استوديو عشان نقابل فيه الناس، عملنا هنا استوديو عشان خاطر نتكلم فيه. طبعا تشرفت ان انا جبت العالم الجميل ده، اعظم نادي في الكون، وانا حابب طبعا ان انا احطه في خلفيتنا مع عالم فلسطين الجميل، لان اعظم نادي في الكون دايما داعم للقضيه الفلسطينيه. اكمل لكم كامل. بتكلم مع الناس اصحابي لقيتهم عندهم حماس زيي واكتر. طب نعمل صفحه، عملنا صفحه في 24 ساعه، صفحه اتعملت، القناه موجوده، عدلنا حاجات على القناه، الاسم والصوره وحاجات كده خفيفه، عدلت القناه، بقت القناه والصفحه جاهزين. طب مين اللي هيمسك الصفحه؟ موجودين. طب مين اللي هيتكلم في التحليل الرياضي؟ موجود. طب مين اللي هيتكلم في التحليل الصحفي؟ موجود. وكلهم ناس اهلاويه وهيشتغلوا بالمجان. لا حد قال انا هاخد راتب، ولا حد قال انا هشترط في اي شرط. اول ما عرف ان الان ان اللي هيتعمل ده يخص الاهلي ودعم للاهلي وهو حابب الاهلي، كله قال موافق. ده اللي احنا، ده هو ده جمهور الاهلي. يعني في بنوته شاعره الاهلي هتبقى معانا، في تحليل رياضي، في تحليل فني، في ان شاء الله نعمل مسابقات، توقعات المباريات، توقعات شعر، توقعات رسم، واللي هيطلع معانا وليه شهادات تقدير ان شاء الله. الكابتن محمد مخلد هو اللي هيتولى هذا الامر، تجهيز شهادات التقدير من القناه ومن الصفحه لكل جمهور النسور الاهلاويه. خليكم معانا، مش عايز اطول عليكم. لو انت مش مشترك معانا اشترك معانا ان شاء الله وفعل زر الجرس.
تاني انا مش عايز وانا بتكلم انسى حد من الناس، سامحوني يا جماعه اللي كنت اتكلم، لان احنا لسه بنأسس، فمعانا ناس كتير وكل واحد واخد جانب. زي ما قلت لكم، في واحد ماسك الجانب الرياضي، في واحد جانب الصحفي، في واحد جانب الدعم، في واحد جانب الصفحه، في ناس ماسكه التجهيز والاخبار. يعني الحمد لله رب العالمين كله شغال في حب الاهلي. طبعا مش عايز اطول عليكم، ان شاء الله في حلقه تانية ان شاء الله بكره ما قبل المباراه، هنتكلم بقى في التشكيله اللي نازله ومين اللي هيلعب ومين اللي هيطلع من التشكيل وايه اللي حاصل وايه اللي هيجرى، وهل موديست هيعمل زي بنزيما وكانت الفرنساويين اللي هدفوا في الماتش اللي فات، هل هيهدف وربنا يكرمه، ولا كهربا اللي خد احسن هدف هيهدف، ولا حسين الشحات اللي لغايه النهارده عامل ارقام قياسيه انه بيلعب في 4 نسخ وسجل فيهم، هل هيجيب نسخه الخامسه ويجيب هدف ويكون اكتر لاعب في العالم بتخطى ميسي وكريستيانو وجاريث بيل ان هو يهدف في 5 كاسات عالم مختلفه؟ طبعا ده اللي احنا يعني نتمناه. وفي النهايه اقول كلمه واحده بس، الاهلي والتاسعه، الاهلي التاسعه مش التاسعه ابطال افريقيا، لا التاسعه كاس عالم، تاسع مشاركه، وان شاء الله تكلل بالنجاح ان لم يكن ان شاء الله مربع ذهبي، لا ان شاء الله احنا باصين للنهائي، ان شاء الله باصين للنهائي ان شاء الله. يعني على الورق، على الورق احنا معانا اتحاد جده قوي، لكن على الورق برضو الاهلي السنه دي عنده ماتشين اتنين، ودي ميزه. الاهلي كل مره بيلعب 3 ماتشات و4 ماتشات عشان يوصل للنهائي، لا المره دي اتنين، جده وبعديه فلومينينس البرازيلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا لو تخطيناهم ان شاء الله على خير، نلعب مع ان شاء الله الاقرب ان يكون السيتي ان شاء الله في النهائي. طبعا كل الدعم للاهلي ومعانا منصور، ودايما كده منورين ان شاء الله على قناتنا موجودين وعلى صفحتنا مشيرين ان شاء الله. كان معاكم احمد زكريا في النصور الاهلاويه. السلام عليكم.